تفرق المسلمون في بلاد الأندلس إلى طوائف عرفت بملوك الطوائف، فصاروا ملوكا على عروش شتى، وتفرقت قلوبهم وأهواؤهم، وآثروا السلطان والحكم على وحدة الدين الإسلامي. فبعث علماء الأندلس إلى البطل المسلم يوسف بن تاشفين لعله يخلص مسلمي الأندلس من خطر الصليبيين القشتاليين الذي قاده ملك إسبانيا ألفونسو السادس. وكان رد الفعل هو عبور جيوش المغاربة من بلاد المغرب في شمال إفريقيا إلى جنوب بلاد الأندلس المسلمة. وكتب يوسف بن تاشفين إلى ملك إسبانيا هذه الرسالة: بلغنا يا ألفونس أنك دعوت إلى الاجتماع بنا، وتمنيت أن تكون لك سفن تعبر بها إلينا، فقد عبرنا إليك، وقد جمع الله في هذه الساحة بيننا وبينك، وسترى نتيجة دعائك. وتذكر: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وكانت معركة الزلاقة التي دمرت فيها جيوش المسلمين جحافل الجيوش الإسبانية التي قادها ألفونس السادس، وهي الجيوش التي طالما هددت وجود الإسلام في إسبانيا، وبذلك التلاحم القوي بين المسلمين في المغرب وفي إسبانيا استطاع الوجود العربي الإسلامي أن يستمر ردحا طويلا من الزمن.